الرفيق أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري ضيفاً في ندوة فكرية نظمها منتدى اليسار اليمني. ضمن فعاليات منتدى اليسار اليمني الفكرية، فقد أقيمت يوم أمس الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024 ندوة فكرية تحت عنوان أحزاب اليسار العربية، الواقع والتحديات المعاصرة، حيث كان المتحدث الرئيسي في الندوة الرفيق أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، حيث أكد على ضرورة إعادة رص صفوف اليساريين في الوطن العربي، لما لذلك من أهمية قصوى في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها أمتنا العربية. ووجه نداء إلى كل اليساريين في الوطن العربي لتنظيم صفوف اليسار، كون القضية اليوم أصبحت قضية حياة أو موت، ليس فقط بالنسبة لأحزاب وتنظيمات اليسار، بل بالنسبة للشعوب العربية قاطبة، وتقتضي اليقظة والعمل المشترك بين كافة الأحزاب والتنظيمات اليسارية من أجل أن تلعب دورها الوطني والقومي. وتخللت الندوة العديد من المداخلات التي تناولت الإشكاليات والتحديات التي تقف أمام أحزاب وتنظيمات اليسار، ووضع رؤى لكيفية تجاوز تلك التحديات. إعلام منتدى اليسار اليمني.